ولذا خرج به. يقول حرملة: خرج علينا الحسين ماشيا على قدمه. لأول مرة كان إذا يخرج للقتال فرسه ذا الجناح، وإذا خرج للخطابة والوعظ فناقته ماشي على قدمه. ما شفنا إلا ذيك المرة ماشيا على قدمه، وتحت ردائه شيء يظلل له عن حرارة الشمس. شنو هذا الشيء؟ أقبل إلى الميمنة تكلم بكلمات لم أفهمها، جاء إلى الميسرة تكلم بكلمات لم أفهمها. تعرف ضوضاء العسكر وضجة الجيش. أقبل إلى القلب، لكن الجيش كلش رعبت أعناقهم نحو الحسين. جاي يسوي سيد شوية، جاء إلى القلب، أخرجه من تحت ردائه، رفعه على يديه، قال: نظرنا وإذا هو طفل رضيع مقمع. وجعل الأقوام يا لله للخطب الفظيع، نبئوني أنا المذنب أمام الربيع، لاحظوه فعليه شبه الهاد الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين، فيما بينهم، منهم من قال إن كان ذنب للكبار فلا ذنب الصغار، منهم من قال لا تبقوا من أهل هذا البيت باقية، فصاح ابن سعد ويحك حرملة اقطع نزاع القوم، قال حكمت السهم في كبد القوس وجعلت أتأمل إلى الطفل أين أرميه، لأنه طفل مقمط، هبت ريح كشفت البرقع عن وجه الرضيع، فنظرت إلى رقبة ذلك الطفل تلمع على عبد أبيه الحسين كأنها إبريق في الريح، فرميته فذبحته من الوريق. تنقح السيايا دم الطفل بيده ايش حاله ليشتغل حضنه وليده سالي وترس شفه من ويده ولما نزله قال: ولك أما رق قلبك لهذا الطفل؟ ما عندك رقة بشرية؟ قال: إيه والله لقد رق قلبي في هذا المورد. قالوا: وكيف؟ قالوا: لأن الطفل كان مغمى عليه من شدة العطش، ولكن لما أحس بحرارة السام أخرج يديه من خماصه واعتنق رقبة الحسين وجعل يوبرك بين يديه: يا ابني انكسر قلبي بشرته، وينكسر خاطري ملموم وحشيته،
شنو البلد يا ابن الملك. جاء به الحسين الى المخيم على الهيئة التي اخذه عليها، يعني اجى يحمله تحت ردائه. كان سكينة واقفة بباب الخيمة، ما كانت تظن ان القساوة تبلغ بالقوم الى هذه الدرجة. كانت تظن ان القوم يرقون لهذا الطفل فيسقونه الماء، تبقى من الماء بقية يأتي بها الحسين فتشرب سكينة وتبرد غليلها. لما شافت الحسين مقبل هرول السكينة نحوه وهي تقول: أبا لعلك سقيت أخي ماء وجئتنا ببقيته. فأخرجه الحسين من تحت ردائه، قال: بني خذي أخاك مذبوحا. يا ابويا يا حسين ابويا الطفل جيبه من الماء جنشاح يا نصيبه بس